دقيقتين مهمين جدا، تابعني للاخر. الالفابت في الانجليزي عددهم كام؟ 26 letters، 26 حرف. اوكي، ولازم تعرف ان كل حرف ليه اسم وليه ساوند. الاسم بتاع الحرف مثلا حرف الاي، اي اسمه اي، الحرف ده ليه ساوند. وخلي بالك ان الساوند ده مهم جدا، اللي هي الفونكس اللي هتظبط عندك البرونانسيشن، تسمع كويس عشان تتكلم كويس. وخلي بالك كمان اللي احنا بنسمع اصوات وبنتكلم باصوات، ما بنسمعش حروف. ما بتقولش لابنك ولا بتقول لصاحبك ارفع حرفك يلا، تقول له لا ارفع صوتك. فاحنا بنسمع اصوات، لذلك لازم نتعلم الفونكس عشان نسمع صح ونتكلم صح. اول حرف زي ما قلت لكم اسمه حرف الاي، اي وليس اي. اوكي، وده الرمز بتاعه اللي هو الاي بي اي. طيب حرف الاي ده الساوند بتاعه، الصوت بتاعه بيتكلم؟ يس. بيطلع صوت؟ يس. ايه هو بقى الصوت؟ زي كلمة ايه مثلا؟ مات، رات، and apple. اوكي، طيب هل في ساوند في الانجليزي اسمه الاي؟ يس، في ساوند اسمه الاي غير الحرف ده، غير حرف الاي. لا، في ساوند اسمه الاي. هنقوله امتى؟ من كذا حاله كده موجوده في الكلمات الانجليزي. اول حاله حرف الاي وبعدين يجي حرف وبعدين يجي حرف الاي. لما نلاقي الحاله دي او الوضع ده في كلمه هننطق اي. زي ايه مثلا؟ take، make، tape. تاني حالة ممكن نطلع بيها ساوند الاي لما حرف الاي ويجي ورا حرف الاي، زي ميل، تيل، ريل. تالت حالة ممكن نجيب بيها ساوند الاي لما حرف الاي يجي ورا حرف الواي، زي كلمة باي، سي، داي and so on. رابع حالة ممكن نجيب بيها ساوند الاي، حرف الاي وبعدين حرف الواي، زي ضمير they، وزي كلمة gray. وخلي بالك ان كلمة gray ممكن تلاقي السبيلنج بتاعها GREY، ولو لقيت السبيلنج ده بريتش، وممكن تلاقيها GRAY. في الحالة دي برضو نفس اللون الرمادي ونفس الساوند AYA، بس الفرق بين AY والEY ان الاولانية GREY ده بريتش والGRAY ده امريكان. عجبتك المعلومة؟ لايك وشير وتابعنا عشان تعرف كتير عن الفونكس عشان تحسن عندك pronunciation. سلام عليكم.